السلام عليكم. هكلمكم النهارده عن مراحل التشطيب. ابتدي بايه؟ اعمل ايه قبل ايه؟ كل الكلام ده كله هنقولها كده يعني بلغه بسيطه برضو عشان ما نخشش في تعقيدات هندسيه. يعني هنعمل زي بلان صغير كده او خطه صغيره كده عشان ما نصرفش كتير، في نفس الوقت نعمل كل حاجه مظبوطه وتتعمل في وقتها مظبوط. وهنعملها كده بالبلدي كده. يعني هنقسمهم ل3 مراحل. اول مرحله هنقول عليها مرحله الشاسيه اللي هي يعني علميا مرحله التاسيس. تاني مرحله هنقول عليها مرحله العجين، هي مرحله مقرفه شويه عشان كده بختار لها اسم صعب شويه، اللي هي مرحله المونه، بيبقى فيها حاجات فيها مونه وفيها عجين كتير وفيها قرف كتير وكده. تالت مرحله بنسميها مرحله دريم بارك، ولما نوصل لمرحله دريم بارك دي هقول لكم احنا مسمينها دريم بارك ليه. مرحله الشاسيه دي اللي هي التاسيس، كل حاجه هتدفن في الشقه، لازم الحاجات دي تتعمل بعنايه جدا وما استرخصش فيها، لان فعلا فرق السعر فيها بين الحاجه رقم 1 والحاجه رقم 10 هنلاقي فرق بسيط جدا. فيعني المرحله دي ابوس ايديكم ما تسترخصوش فيها، استنضفوا على قد ما تقدروا في الخامات وفي الصناعيه، فرقها هتبقى بسيط جدا. يعني انت لما هتشوف اي غلطه لا قدر الله حصلت في المرحله دي، تكلفتها في التصليح او في الصيانه او وات ايفر هتبقى صعبه جدا وغاليه جدا. رقم 1 الكهرباء تاسيس. الكهرباء تاسيس اللي هي بمشي الخرطوم وبمشي السلك وبجيب لوحه محترمه واخلي الكهربائي ينور لي الشقه كلها على مفتاح واحد، خرج مخرج صغير عشان الصناعيه بعد كده يستخدموه في صاروخ في مش عارف ايه في شنيور في الكلام ده كله. تمام، دي اول مرحله. تاني مرحله مرحله السباكه تاسيس، الكارثه اللي هي بتبوظ لنا كل حاجه بعد كده، ممكن تبوظ لك كل مراحل التشطيب اللي جايه بعد كده لو استرخصت في خامه او استرخصت في صناعه. العزل، نوع المواسير، الصناعي برضه اللي شغال كويس ولا لا، الشركه اللي جت كبست ولا نفضت لها وقلت مش مشكله الصناعي راجل كويس واعرفه وكان عامل بنت اختي قبل كده وكان ما حصلش عندها مشاكل وبتاع. لا يعني حاول في المرحله دي اكون دقيق جدا لان هي مرحله بتبقى يعني خطره. رقم 3 المحاره. المحاره احنا معظمنا بنستلم الشقه بتاعتنا نص تشطيب، بس اللي بستلمها على الطوب الاحمر. ويا ريت برضه وانت بتشتري لو لسه الراجل ما محرش الشقه قول له لا ما تمحرهاش همحرها، لان هي هتفرق معاك في حاجات كتير بعد كده. فالمحاره دي لان المحاره لازم برضه تتعمل مظبوط وما نسترخصش فيها لا في خامه ولا في صنايعي، لان زي ما قلت لكم كده التوفير ما بيبقاش كتير والله. يعني التوفير في البنود الكهرباء والسباكه دي ممكن يبقى كبير في مبنى واحد، انا بقى واخد مبنى اداري مكتب استشاري واخد مش عارف مول بتاع، لكن انا بتكلم في شقه سكنيه صغيره فالتوفير مش هتلاقي، يعني هتلاقي نفسك موفر ايه في الاخر رقم تعبان جدا وهتصرف عليه غلطات بعد كده وبتاع. تاني مرحلة بقى اللي هي مرحلة سيئة وبتشفط مننا فلوس وبتبقى مزعجة والبنود بتاعتها كلها صعبة ورخمة والسرقة فيها كتير والحاجات دي كلها اللي هي مرحلة العجين، وأنا مختار لها الاسم ده قاصد لأن هي مرحلة مقرفة جدا. المرحلة المقرفة دي بتبتدي معايا بالأسقف، إن كانت جيبسون بورد أو إن كانت مصيص أو إن كانت وات ايفر اللي هيتعمل، هي مرحلة برضو مقرفة. ما تصرفش قوي لأن مش هو ده الديكور ولا هو ده التشطيب ولا هو ده، مش هو ده مربط الفرس دلوقتي. يعني بحاول اعمل برضه ديكور كويس واعمل كل حاجه وبتاع، بس ما اقعدش اخلص واجهد نفسي وارهق نفسي لان لسه قدامي لسه المشوار طويل، الدنيا ما بتخلصش يعني. تاني بند في المرحله دي النقاشه تاسيس، اللي هي سكينه المعجون والسيلر والعزل اللي بعمله وبعمعجن الاسقف كلها، ولو ما عنديش شغل كتير في الاسقف ممكن اشطب الاسقف كلها. المرحله دي بتعمل قبل السيراميك كمان عشان ما تبهدليش السيراميك بعد كده ونرجع نتخانق ونرجع نجيب شركه نظافه تنظف السيراميك والسيراميك ما ينضفش والقصه دي كلها. فنحاول على قد ما نقدر نعمل الموضوع ده بعد الايه، بعد الاسقف على طول. ثالث مرحله مرحله السيراميك، الارضيات او الارضيات عامه ان كان رخام او ان كان سيراميك او ان كان وات ايفر اللي هيتعمل. ما احاولش استعجل في اي بند من البنود اللي احنا قلناها من اول الكهرباء لحد البند ده. الوقت والصنعه بتبقى يعني لما انت بتيجي تقول لصنايعي مثلا، صنايعي يقول لك انا هاخد 1000 جنيه وصنايعي تاني هياخد 3000 جنيه، انا احسبها ازاي؟ الكواليتي دايما بتاخد وقت. هقول لكم مثال صغير كده، لو في واحده نازله رايحه فرح او نازله رايحه شغلها، ماشي، لو هي رايحه شغلها هتقعد قدام المرايه قد ايه؟ 10 دقايق الصبح وبتاع وهي في ايديها كوبايه الشاي وبتاع ضربت اي حاجه الكحل طالع كده والروج جاي كده وبتاع وبتنزل وخلاص ومفيش مشكله. رايحه فرح تقعد براحتها، تاخد وقت، ممكن تاخد في الميك اب ساعه، ساعه ونص، ساعتين. الفرح ممكن نروح لهم بعد كده في شهر العسل مفيش مشكله، نروح لهم لما يجيبوا اول عيل، كل ده لسه ما خلصتش ميك اب. بلاش الضغطه دي. وبعدين احنا الضغط عندنا بتبقى في الاسباب وهي انا عايز اخلص قبل العيد. ايه اللي هيجرى قبل العيد؟ مش هيجرى حاجه. اخلص قبل رمضان، عايز اخلص قبل العيد الكبير، عايز اخلص قبل العيد الصغير. بنخترع مواسم. لازم الحاجه الصنعه تاخد حقها وتاخد وقتها عشان يطلع حاجه شيك وحاجه شكلها كويس. انا دايما بنصح الناس بعد ما تخلص بند السيراميك واستلمت وحسبت الراجل وبتاع، اقفل الشقه اسبوع او اسبوعين،
بتكون الدنيا كلها نشفت. عشان نقفل مرحله العجين دي حاول على قد ما تقدر تقتصد، ما تصرفش في سيراميك، ما تصرفش في حيوانات عملاقه على السقف هتقعد تعمل لي ديناصور في السقف في اوضه محمد وهعمل فراشه في اوضه ياسمين، علشان ما تقعدش تصرف لان انت لسه ما خلصتش تشطيب. والله التشطيب مش هي دي الحاجات اللي هتظهر معاك. نيجي بقى في المرحله اللي بعديها واحلى مرحله في التشطيب، مرحله دريم بارك اللي هي برضه احنا بنقول عليها هندسيا التركيبات. اول مرحله في الشغل ده الشبابيك. بعد ما خلصت المعجون وبتاع عشان المعجون ما يبصش وبتاع، احاول على قد ما اقدر حتى وهو النقاش بيخلص في اخر وش في مرحله العجين هناك ايه الحق اكبس عليه على طول بتاع الالموتال رفع المقاسات عشان اقفل الشقه عشان المعجون ما يبصش. اصرف في الشباك لان الشباك بيقدرك في حياتك بعد كده. صوته بقى بيقفل الشباك ومش عارف بيفتح الشباك والشباك بيدخل لي ناموس والسلك مش عارف اتقطع والشباك بيدخل تراب وبتاع. هي دي احنا بلدنا مليانه تراب. ايا كان انت كنت ساكن في مدينتي، ساكن في دار السلام، ساكن في اي حته، انت كده ولا كده التراب طايله. وهات لك شباك كويس، اشتري شباك كويس يفتح معاك بسهوله، يقفل معاك بسهوله، اللوك بتاعه يكون كويس، مانع للتراب، عازل للصوت وصوت التكاتك وصوت الميكروباصات وصوت باصات المدارس والقرف والازعاج اللي احنا فيه ده، نحاول نعزل. تاني مرحله البيبان، نجيب باب كويس. بتشتري باب يعني ما تسترخصش في الباب ولا في اكسسوار الباب، اتقفل ومش راضي يفتح، بيكبر في الصيف وبيصغر في الشتاء. ليه؟ لان انا ببقى ارهقت نفسي في مرحله العجين المقرفه دي. لا اوفر هنا بقى، اروح اجيب باب من اللي هو بيتباع من تحت الكوبري القبه ده اللي هو من تحت ده ب 300 جنيه ولا 400 جنيه اركبهم وخلاص. المرحله بعد كده تشطيب الكهرباء. تشطيب الكهرباء بقى دلع نفسك بقى، عيش بقى في تشطيب الكهرباء دي زي ما انت عايز. الحاجات اللي انت هتبقى بتستخدمها ايدك بتيجي عليها بتكهربك، بتوفر لك حاجات شكلها حلو وحاجات ظريفه، تمام. اصرف في الحاجات دي زي ما انت عايز. احنا موفرين خلاص، ما دام قدرنا نوفر في العجين ونقتصد، خلاص بقى نشتغل هنا بقى ونصرف وندلع نفسنا في اضاءات، في ليد، زراير، في ساوند سيستم. هات لك بقى راوتر واعمل اكسس بوينت جوه عشان تبقى الواي فاي مغطيه الشقه كلها، ما اقعدش وانا نايم على السرير جوه بادئ ايدي والكلام ده كله. نخش في تشطيب النقاش، نختار الالوان، نجيب الالوان كمبيوتر فرقها بسيط جدا. ما نحاولش برضه نعمل دوشه في الالوان، حاول تقطع حيطه، تقطع مش عارف ايه، حاجات كده. عايز تلعب في الديكور، العب في كوشن، في ستاره. حته النقاشه دي بقول لك دايما نشتغل ايه زي البدله كده. البدله بتبقى 60% لون والقميص 30% لون و10% اللي هو الكرافات او الطبيون او وات ايفر. فاللي هو اللون بقى المفرقع الفسفوري اللي هو نازل في 2000 ومش عارف كام، اللي هو كمان 3 سنين هيبقى شكله بيئه وشكله مقرف وبتاع، ده احطه في كوشن بعد كده اخدها ارميها في الزباله. مش هروح بقى انا اشيل الحيطه دي واغيرها ولا اعمل مش عارف ايه وبتاع، هي كوشن صغيره هتترمي. اخر بقى بند ده جميل جدا وما بحبش الناس تستهين بيه خالص، اللي هو تشطيب السباكه. اللي هو انت هتشتري فيه الخلاطات، هتشتري فيه القواعد، هتشتري فيه الاحواض، هتشتري فيه جاكوزي، هتشتري فيه شاور بانل، هتعمل فيه كابينه ازاز، تخليه في الاخر خالص بعد ما النقاش يمشي عشان ما يقعدش يغسل لك البلاستيك في القعده وتقعد بعد كده تنضف في القعده وما تطلعش او حد يستخدم الحاجه دي. لان احنا بنتكلم في ادوات صحيه، نحاول الايه الحاجات دي تركبها بعد ما الناس كلها تمشي. اخر واحد بيمشي السباك. ركب لي خلاطاتك بقى، يعني دلع نفسك بقى، اصرف بقى، تمام. هات خلاطات حاجات كويسه، ماركات عاليه، حاجات نظيفه، ما تقعدش تنقط بعد كده وتقعد تقرفني. هات حاجات تستمتع بيها بدل ما انا اقعد اصرف على الحمام سيراميك. اتخيل كده له سيراميك ابيض القشاني الصغير ده بتاع زمان كده وحط فيه جاكوزي، والله هبقى قاعد مبسوط كل شويه ابص على الجاكوزي ابن اللذينه. خلاط حلو، الحوض رخام شيك. هنا اصرف براحتك. مرحله دريم بارك دي كلها حاجات بعد كده انت ايدك بتيجي عليها كل يوم وبتستخدمها او بتقدرك. يعني نقول ريفيو كده سريع. الثلاث مراحل المين: مرحله الشاسيه او التاسيس، مرحلة العجين أو المونة، رقم 3 مرحلة دريم بارك أو التركيبات. مرحلة التأسيس الأولانية رقم 1 الكهرباء، رقم 2 السباكة، رقم 3 المحارة. نخش على مرحلة المونة والعجين، تبقى رقم 1 الأسقف، رقم 2 نقاشة تأسيس، رقم 3 الأرضيات أو التايلز أو الحوايط. نخش على المرحلة الثالثة اللي هي دريم بارك الجميلة دي. أول مرحلة فيها هركب الشباك، وبعد كده هركب الباب بتاعي، وبعد ما أركب الباب هشطب الكهرباء بتاعتي، وبعد ما أشطب الكهرباء أشطب النقاشة، وبعد ما أشطب النقاشة أشطب السباكة عشان محدش يعمل دي فيها ونزل. ربنا يسترها علينا وعليكم، والسلام عليكم.